والسلام عليكم ورحمه الله. حلقه جديده من مزمز الكوره، تقديم ابو زيزو، باذن الله تعجبكم. فيديو جديد من كلامنا عن افريقيا. اتحدد اطراف النهائي خلاص، نهائي ناري، نهائي ممتع بين نسور نيجيريا اللي كسبت بافانا جنوب افريقيا بعد مباراه ماراثونيه، وبين الطرف الثاني اللي هيخلي النهائي لون تاني وشكل تاني. هو صاحب الارض وصاحب الجمهور اللي هيشعل المباراه، وهم افيال كوت ديفوار قدروا يتغلبوا على فهود الكونغو الديمقراطيه. اهم حاجه قبل ما نكمل الفيديو انزل واعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. خلينا كده نبدا كلامنا بماتش نيجيريا ضد جنوب افريقيا. ماتش كان ممتع جدا، وماتش كان فيه احداث مجنونه. الماتش ما بين افضل لاعب في افريقيا فيكتور اوسيمين ضد افضل لاعب داخل افريقيا بيرسي تاو. خلينا كده نبدا بنيجيريا وبتشكيله نيجيريا. نيجيريا كانت مهدده انها تفقد عنصرين مميزين جدا في الماتش ده، هو اوسيمين طبعا رأس الحربة، وسانوسي الباك الشمال بتاعهم. اوسيمين قدر يكون جاهز وقدر يحضر الماتش وكان اساسي في التشكيله، بس برضه نيجيريا قدرت تفقد سانوسي الباك الشمال الاساسي اللي كان معظم الماتشات بيعمل خطوره من ناحيته، وده طبعا اللي خلى بيسيرو يبدا باينا الباك اليمين بتاع نيجيريا ان هو يلعب باك شمال في الماتش ده. تقول لي يعني نيجيريا مش واخده باك شمال تاني معاها في البطوله دي؟ هقول لك لا، معاها كالفين باسي اللي بيسيرو موظفه ان هو يلعب قلب دفاع ثالث، بحيث ان بيسيرو اتكلمت على الموضوع ده قبل كده ان هو كان بادئ اصلا البطوله بان هو بيلعب بتشكيله باربع مدافعين، بس بعد كده لما قرر ان هو يلعب بخمس مدافعين، واكيد كالفين باسي يقدر يلعب اصلا كمان كقلب دفاع، فوظفه كقلب دفاع يلعب ناحيه الشمال بحيث ان هو بيلعب رجليه اليسرى، فبالتالي يقدر ساعات يزيد، يقدر ساعات يدي كور طوليه من ورا لقدام. لعيب بيلعب كمدافع يلعب برجليه اليسرى ناحيه الشمال احسن بكتير ان هو يلعب مدافع بيلعب برجليه اليمنى، ومدافع عادي يكسر الكور في بناء اللعبه ويعمل مشاكل كبيره جدا في الدفاع. قرر ينزل الباك يمين مكان اينا وهو اوساي. بقيت التشكيله تقريبا زي ما هي. دلوقتي هنتكلم عن تشكيله جنوب افريقيا اللي برضه هوجو بروس مدرب جنوب افريقيا قرر يعمل تعديلات عشان هيلاعب خصم كبير زي نيجيريا. قرر هوجو بروس في الماتش ده ان هو يلعب بخمس مدافعين، وكانت التشكيله اقرب ل 5-3-2 او كمان 5-2-1-2، بحيث ان زوانيه هو اللي بيلعب قدام اثنين مهاجمين وهما مجوبه وكمان بيرستاو، وتوظف في الماتش ده معظم الوقت كمهاجم تاني جنب مجوبه. وكمان هوجو بروس ما كانش عامل التشكيله ان هو بيلعب بخمس مدافعين طول الوقت، بل لما كان جنوب افريقيا بتاخد الكوره وكانت بتستحوذ وممكن تعمل خطوره، كان بيخلي المدافع اللي هو مزوده كسوره يلعب كارتكاز دفاعي بيصعد ويساند خط وسط في اثناء ما الكوره تكون مع جنوب افريقيا. طبعا نيجيريا لحد قبل الماتش ده كانت تعتبر اقوى خط دفاع في البطوله، بحيث ان نيجيريا زي ما قلت لكم بقت بتلعب بخمس مدافعين، وكمان نيجيريا من اول البطوله ما دخلش فيهم غير جون واحد بس. في الماتش اللي فات بتاع انجولا حاولت تكسر خط الدفاع المتين والمتاريس الفظيعه اللي حطها نيجيريا بانها تلعب عرضيات، بس زي ما احنا شفنا كان الاسلوب ده ما نفعش معاهم. فقرر هوجو بروس الماتش ده ان هو يبتكر ويلعب بطريقه مختلفه شويه، بحيث ان هو يقدر يخلخل الدفاع شويه. قرر زي ما قلت لكم يلعب ببيرستاو ومجوبه، اثنين مهاجمين بيلعبوا في العمق، وكان بيديلهم كل شويه كور طوليه، كل شويه كور طوليه من المكوينه، كل شويه كور طوليه من الدفاع، كل شويه الكوره اتكررت اكتر من مره لحد ما احنا زهقنا. جنوب افريقيا كررت الكوره دي اكتر من مره وقعدت تعيد ويزيد على امل ان هم يخطفوا مثلا فرصه ولا فرصتين يقدروا يعملوا بيها خطوره على المرمى نيجيريا. الكور دي كمان كانت بتتلعب لمجوبه وبيرستاو، الاثنين لعيبه مميزين جدا ان هم يحطوا ظهرهم في ظهر المدافعين ويقدروا يستلموا الكوره تحت الضغط، وكان كمان بيعملوا اوفرلاب، يعني واحد يستلم الكوره والتاني يتحرك مثلا يديها لزوانيه، فزوانيه يديها للعيب الثالث المتحرك، فكان بيعملوا مثلثات وشغل 1 3 خطير جدا. اكترهم كوره بيرستاو ما عرفش ضيعها بطريقه غريبه جدا وشاطها بسهوله جدا في ايد حارس نيجيريا. الكور دي كانت بتلعب سواء لبيرستاو او مجوبه، يمكن الكور دي كانت اكتر شويه لبيرستاو اللي كان بيتحرك يمين وشمال، بس كان بيركز اكتر ناحيه الشمال ناحيه المدافع الابطا لنيجيريا وهو اجاييه. طبعا الناحيه الثانيه زي ما قلت لكم كالفين باسي ده اصلا باك ومتوظف كانه قلب دفاع، فده اصلا يعتبر لعيب سريع، فجاي ابطا بكتير، فبيرستاو كان بيحاول يغلطه وفعلا غلطه اكتر من مره. انتهى بقى الشوط الاول بدون فرص خطيره للفريقين، يمكن بس اكترهم كوره بيرستاو. ابتدى بقى الشوط الثاني ويمكن ما كانش فيه حاجه قوي في اوله، وكانت بدايته الفعليه صفاره الحكم امين عمر باحتساب ضربه جزاء لصالح نيجيريا، لصالح اوسيمين اللي اخذ الكوره وقعد يراوغ، وبعد مهاره استثنائيه منه خلاص مافالا تحس ان هو زهق وقرر ان هو يوقعه بشكل غريب جدا. اوسيمين دبس حرفيا مافالا ضربه الجزاء. كونج قلب دفاع نيجيريا هو اللي شاط ضربه الجزاء وقدر يسجلها بعد توتر وخوف وقلق باينين جدا على وشه. سجلها في ويليامز اللي ما كانش موفق خالص في ولا حتى ضربه الجزاء دي ولا حتى اي ضربه جزاء في الماتش ده. المهم بقى الماتش ده حسيت فيه امتى كل فريق قدر يدوس على الخصم وعرف
امتى يدوس عليه معنويا ويضغطه ويستغل التفوق المعنوي اللي عنده ويستغل حاله اليأس اللي بتكون عند الخصم. نيجيريا بعد ما سجلت ضربه الجزاء دي فضلت ضغطه جامد جدا على جنوب افريقيا، عايزه تسجل التاني، مش يجيبوا جون ويسكتوا ويريحوا ويدافعوا، وده اصلا كان معظم اسلوبهم في البطوله. لا، نيجيريا قررت انها تضغط وعايزه تجيب الجون التاني وتخلص الماتش. فعلا اوسيمين قدر يسجل الجون، بس كالعاده اوسيمين مش مكتوب له انه يسجل، مكتوب له ان هو يعمل كل حاجه كل ماتش بس ما عدا ان هو يقدر يسجل جون. عشان كده في البطوله دي مش مسجل غير جون واحد بس. لحد بقى ما قرر الحكم الجزائري العفاري يستدعي امين عمر ويقول له يا كابتن، مش مجرد يا كابتن في فاول في اول الهجمه لصالح جنوب افريقيا، لا يا كابتن ده في ضربه جزاء لصالح جنوب افريقيا بسبب فاول اتعمل لصالح بيرسي تاو، والدنيا تتشقلب خالص، كل حاجه تتغير في الماتش بسبب ضربه الجزاء دي. ضربه جزاء حرفيا تغير كل حاجه في الدقيقه 89، وقدر يسجلها موكوينا ويسجل هدف التعادل لجنوب افريقيا في وقت خلاص كنا معتقدين ان نيجيريا تقدر تسجل التاني وتخلص الماتش، تقدر تتعادل جنوب افريقيا، وكمان مش يتعادلوا بس، لا جنوب افريقيا يعملوا طوفان هجمات بعد الكوره دي ويستغلوا الدافع المعنوي اللي اكدوه بعد ضربه الجزاء دي، يستغلوا حاله الاحباط اللي جت لنيجيريا بعد ما كان جابوا جون وخلاص هيخلصوا الماتش، لا اتحسب عليهم ضربه جزاء وكمان اتسجل فيهم جون التعادل قبل ما الماتش يخلص بشويه ثواني. جنوب افريقيا فضلت ضغطه وضيعت اكتر من فرصه، بس كل بقى الفرص في كوم وفرصه مداو في كوم تاني خالص. فرصه في الدقيقه 95 الماتش خلاص هينتهي، شوطها في السما بطريقه غريبه جدا زي الحلم الجنوب افريقيا ان هم يوصلوا للنهائي. وصلنا بقى للوقت الاضافي وحسينا جنوب افريقيا وقعت جدا بدنيا، وتقريبا بيرسي تاو كان مختفي في رشاقه الدفاع، حسيت ان هو مات بدنيا خلاص. جنوب افريقيا يعني انتهوا، بس مع كده كانوا في الدفاع واقفين بشكل كويس. بس نيجيريا جالها كورتين فظاع جدا، واحده في نهايه الشوط الاضافي الاول وواحده في نهايه الشوط الاضافي الثاني، وويليامز حرفيا عمل تصديين في منتهى العظمه. نوصل بقى ضربات الجزاء، والمره دي اللي كان موفق فيها بقى هو نيابيلي حارس نيجيريا يقدر يصدي الكورتين، وويليامز ما كانش موفق في اي ضربه من الضربات، ويقدر نيابيلي يشيل النسور النيجيريه على كتفه ويوصل بيها للنهائي. ونيجي بقى للماتش الثاني بتاع كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطيه. كوت ديفوار طبعا كانت داخله الماتش ده بالجاب 4 عناصر عنهم، 2 ريتارد وهو عمر ديكيتي والمدافع كوسونو، و2 لتراكم الانذارات هو سيرجي اوريه والمهاجم كوامي. اما بالنسبه للكونغو الديمقراطيه فاتفاجئت شويه ان انا الاقي بوجوندا الجناح اليمين بتاعهم سيباستيان دي صبر كان حاطه على الدكه الماتش ده، وكان شايله ككارت عنده هينزله في الشوط الثاني. بدا بقى الماتش وكانت الكونغو الاخطر نسبيا، وكمان كانوا جابوا الجون واتلغى وضيعوا كمان فرصه عن طريق ويسا لحد ما كوت ديفوار فاقت تقريبا في نص الشوط الاولاني. قرر مدرب كوت ديفوار ان هو يعتمد على اسلوب العرضيات، وكان ذكي جدا ان هو قرر ان هو يهاجم من ناحيه اليمين، الناحيه اللي فيها ويسا اللي هو مش بيرجع يدافع قوي، وكمان الناحيه اللي فيها موسويكو اللي هو مميز هجوميا اكتر مما هو دفاعيا. حرفيا عرضيات كوت ديفوار كانت خطيره جدا. شفنا العرضيه بتاعت ادينجرا اللي رفعها على دماغ هالير وضيعها هالير بمنتهى الجرابه، وشفنا كمان الكوره بتاعت هالير اللي هو ده دبل كيك لما فوفانا كان هيخش فيه، الاثنين كانوا دخلوا في بعض وكان في حصل سوء تفاهم منهم في اللقطه دي. كان برضو اول اللقطه دي عرضيه من سينجو، ده غير طبعا في نهايه الشوط شفنا كمان تسديده تركيزيه اللي جت في العارضه. اما بقى مع بدايه الشوط الثاني قرر سيباستيان دي صبر ان هو ينزل بوجوندا اللي هو الجناح القصير جدا اللي قلت لكم عليه، الجناح اليمين بتاع كونغو الديمقراطيه، قرر ان هو ينزله، وفعلا بوجوندا كان خطير جدا في اول الكوره، اخد الكوره ورقص مهاره استثنائيه منه، بس هو في الاخر طمع فيها وقرر ان هو يشوطها رغم ان هو كان ممكن يعرضها لاي لعيب من لعيبه الكونغو، وكانت الفرصه هتكون اكتر بكتير. وبعديها تسديده من كيسيه، وبعديها هجمه برده من ناحيه اليمين وبرده عرضيه من ماكس جراديل اللي اخد الكوره وكان خلاص هيقع بس برده عرضها ووصلت لهالير اللي قدر يجيب جون كوت ديفوار الوحيد في الماتش. طبعا الجون ده يعني حاجه كده عجيبه جدا، يعني حاجه كده من عند ربنا. الكوره متعرضه له هالير مثلا، الكوره يعني ما شاطهاش مثلا بقوه ولا يعني الكوره رشقت في وش رجله ولا في بطن رجله ولا في اي حاجه، الكوره يا دوبك راح لمسها لمسه بسيطه، راحت نطت عملت البند قدام الحارس، وكمان طلعت لوبه فيه وقت ما كان الحارس كان اصلا متقدم عشان كان مستني ان هو ياخد العرضيه بتاعت جراديل. وبعد الجون ده كوت ديفوار ضيعت كام كوره برده عن طريق هالير، والكونغو حسيت انها استسلمت شويه، كان ليها بعض الكور بس ما كانش فيه كور خطيره. ماتش يعني عدى كده، يعني تحسوا كوت ديفوار كانوا عمالين يضيعوا في وقت في الاخر وبيحتفلوا لما يضيعوا وقت، وكمان كانوا بيطفشوا الكوره ويشلطوها في اي حاجه. فهي يا جماعه هو الماتش عدى كده وصلوا النهائي، وكمان في ظروفهم اللي فاتت كان في برضه تحسوا فيه توفيق غير عادي مع كوت ديفوار، في روح ظهرت في ماتشات زي ماتش السنغال. بس اكيد يعني هي بطوله يا جماعه، هي بطوله عايزاها، هي بطوله عايزه كوت ديفوار. وبكده نوصل بقى للنهائي الناري ونهائي ممتع جدا ما بين نسور نيجيريا ضد صاحبه الارض افيال كوت ديفوار.
لما يكون النهائي بين فرقتين كبار بيكون حاجه، ولما يكون بقى النهائي ما بين فرقتين كبار منهم فرقه هي المستضيفه وصاحبه الارض بيكون حاجه تانية خالص. ماتش في الاخر 90 دقيقه، ماتش يوصلك لكاس الامم. ديفوار بعد الظروف الاستثنائيه اللي عدت بيها، وبعد ما طلعت السنغال، وبعد ما وصلت للنهائي في شبه معجزه، فاكيد كوت ديفوار هتطمع في الماتش ده، يعني مش هتسيبه. يعني اللعيبه بايديهم واسنانهم ماسكين في الماتش ده، لازم يحققوا البطوله، وبين جمهورهم كمان اللي هيحمسهم وهيديلهم الدافع القوي. فاكيد لعيبه كوت ديفوار هيبقوا داخلين الماتش ده عايزين ياكلوا النجيله وعايزين يرفعوا الكاس. على الناحيه الثانيه بقى نيجيريا اللي بتلعب باداء متوازن جدا جدا من اول البطوله، وعندها اسامي جباره، وعندها افضل لاعب في افريقيا اوسيمين، اكيد حلمه ان هو يرفع كاس الامم. خلينا كده نرجع شويه في الزمن ونتكلم تاريخيا شويه. النهائي ده يعتبر النهائي الثامن بالنسبه لمنتخب نيجيريا، اكتر منها بس منتخبنا المصري ومنتخب غانا وصلوا النهائي 9 مرات، ونيجيريا في السبع مرات اللي فاتوا حققت اللقب 3 مرات. اما بقى بالنسبه لكوت ديفوار فده النهائي رقم 5 للمنتخب الايفواري. منتخب كوت ديفوار قبل كده كسب البطوله مرتين في الاربع نهائيات اللي فاتوا. بالنسبه بقى لتاريخ مواجهات الفريقين نيجيريا وكوت ديفوار جوه بطوله افريقيا، فالفريقين اتقابلوا قبل كده 15 مره. نيجيريا كسبت في 6 مرات، اتعادلوا في 6 مرات، وكوت ديفوار كسبت في 3 مرات. صحيح التاريخ بينصف نيجيريا شويه، بس يا ترى مين هيكسب البطوله السنه دي؟ كوت ديفوار واضح ان البطوله عايزاها، واضح ان التوفيق معاها، بس انا في رايي وتوقعي الشخصي حاسس ان نيجيريا ممكن هي هتكسب البطوله. صحيح كوت ديفوار الظروف خدماها، والسيناريو ده لازم ان هو ينتهي بان كوت ديفوار هي اللي ترفع اللقب، بس حاسس ان المنتخب النيجيري هو اللي هيفوز بالبطوله دي. ده بقى كان توقعي، انا مستني توقعاتكم تحت في الكومنتات مين هيكون فائز بكاس افريقيا السنه دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم بقى بعد النهائي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.